كيفاه؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله. شوف اليوم حاب نحكي في سوجي شوية خطير. جامري بيان إخواني وأخواتي الجزائريين يركزوا معايا مليح 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 مليح. نحكي لك اليوم كيفاه يتم طبخ السياسات في الدول الغربية. شوف، أكثر ما يدمر أي دولة هي الفتن في تلك الدولة. يعني لو كان جيت تشوف انت يا الدول اللي سقطت واللي تم الإيقاع بها، هي مش بحرب طيارات وسلاح، هي فتن. الشعب يخليه يتقابل معه. كما شفنا درك الهاشتاج أنا مع بلادي وأنا مانيش راضي. يعني فاهم. شوف، المطبخ السياسي الغربي كيف يخمم. شوف، المطبخ السياسي الغربي يصنف الدول العربية إلى دولتين أو إلى مجموعتين. المجموعة الأولى هي تضم الدول العربية الملكية ذات الحكم الملكي، والمجموعة الثانية هي الدول الجمهورية ذات الحكم الجمهوري. والدول الغربية المشاكل نتاعها هي مع الدول الجمهورية وليست الدول الملكية. أعلاه لأنه هذه الدول العربية تبنت مشروع اللي هو مشروع الديمقراطية. أي ما معناه؟ أي معناه أنه الدول الغربية عندها مشكل مع الشعوب وليس مع الدول. عندها مشكل مع الشعوب، لأنه الشعوب في الدول الجمهورية تطالب بالحرية وتطالب بالعدالة وتطالب بالمساواة والحقوق فهي بالنسبة لها أنه الدول الجمهورية عندها مشكلة معها. فاهم؟ فهنا تبدأ تخطط الدول الغربية لهذه الدول. كيف؟ اسمع مليح. شوف، الدول الغربية تعودت أنها الدول العربية ما تخليهاش تكبر، تبقى دايما في حجمها اللي هي فيه الآن. عمرها ما تخترع، عمرها ما تخدم، عمرها ما تصنع، عمرها ما تفلح، ما تدير والو. عندها مدخول سواء كان من البترول أو من الغاز أو من حاجة مختصة فيها تلك الدولة، تبيع البرودكت هذاك بصوارد هذاك المنتوج اللي هي تصدره. مثلا الغاز، تصدر الغاز مقابل هذاك الغاز تعطيك به بضاعة، سلعة. أي ما معناه؟ المصانع الغربية تخدم بصواردك أنت. في يوم من الأيام هذه الدولة العربية الجمهورية قررت أنها توقف استيراد المنتوج من الدول الغربية. قررت هذه الدولة أنها تفلح، هي تدير القمح، ما تزيدش تشري القمح خلاص من برا. مصر طربقوها بسبب القمح. قررت هذه الدولة أنها تصير تصنع الفوسفات. قررت هذه الدولة أنها تبني أكبر ميناء في شمال البحر الأبيض المتوسط. قررت هذه الدولة أنها تبني مصانع الحديد والفوسفات. قررت هذه الدولة تبني أكبر مزرعات حليب وإنتاج بالنسبة لهم انتايا كدولة أنك بديت تدي استقلالية وتعطل لهم المصالح نتاعهم، لأنهم هما في العام كانوا يديوا من عندك تقريبا أكثر من 80 مليار ولا 70 مليار دولار كانوا يديوها دي ريفينيو. درك انتايا حبست عليهم هذا المبلغ، انتايا بالنسبة ليهم راك قفلت لهم وزنوات. فدرك هنايا واش يديروا؟ غضبوا منك انتايا، يوليو يسميوك الدولة المارقة أو الدولة المتمردة، الدولة المارقة. فهنا واش هي؟ هنا يجتمعوا هما ويديروا عليك سياسة، كيف يوقعوك ويجيبوك في الوسط. كيفاه؟ اسمع مليح. كيفاه؟ شوف، الدول هذه طيلة كل هذه السنوات عندهم على كل دولة عربية خصوصا الجمهوريات عندها ملف
تعرف من هم الموالين ومن هم المعارضين. طيب المعارضين من؟ المعارضين دليل أنها المعارضين هذو استقبلتهم وأعطتهم لجوء سياسي ومعيشتهم في بلادها معززين مكرمين عندها في وقت الأزمات ولا في وقت ما يحتاجوه أنه يبدأ يدير المشاكل، يقولوا له أروح أنت عشت معنا مليح ما خصك والو، احنا درك نحتاجوك ترجع الدين، أنه بلادك تعملها وتعملها وتعملها. قبل ما قبلش يقولوا له رجع لبلادك، عليك الدولة تاعك يتحوس عليك. ف الهاشتاج هذا أنا مانيش راضي، هذا مش من أحرار وأبناء الجزائر، بالعكس هذا من أعداء الجزائر. أنا مع بلادي. نعم لا ننكر أنه في الجزائر فيه نقائص بزاف، سواء من ناحية العدالة، سواء من ناحية الراتب، سواء من ناحية بزاف كاين نقائص، مش ما كانش، لم ننكر هذا. ولكن في الوقت الراهن اللي راني فيه هنا، في خضم كل هذه النيران اللي راهي شاعلة وهاد التحركات الغربية اللي حابة تطيح بالجزائر، لا والله راضي، حتى وأنا مانيش راضي من داخل بالشيء اللي راني عايشه، ولكن والله راني راضي الخبز الماء والرز، لأنه مش الوقت هذا اللي أنا نتحاسب فيه، مش هذا هو الوقت. يعني أنه هاشتاج يطلع أنا مانيش راضي يحكيوا عليه المغاربة أكثر من الجزائريين، لا والله، لا أنا راضي، مع أني كنت مانيش راضي، دركا وليت راضي ووليت أنا مع بلادي. يعني الوقت الحالي موش الوقت اللي الإنسان يشوف فيه نفسه، يشوف المصلحة العامة اللي هي الورثة اللي خلوه أجدادنا، اللي هي الجزائر. ووالله زي ما قال الملك بن نبي، دولة ما تستطيع لبلادنا إلا إذا خانوها أبنائها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى أنكم فهمتوها مليح. الله في الجزائر. ولكن رغم هذا كل نقول لك أنه الجزائر مازال فيها رجال، وأنا مع بلادي. سلام.